حقيقة أن الحياة في هذا العصر أصبحت تفرض علينا توثيق أجمل لحظاتنا وأقصاها في هذا السجن الافتراضي الكبير محزنة جدا. تفرض علينا أن نبقى بلا خصوصية دون أن ندري. ترى أعدائك ومحبيك وأصدقائك وأصدقاء أصدقائك وكري أصدقاء أصدقائك كلهم دون استثناء داخل دائرة خصوصيتك. لقطات شاشة حول أحداث حياتك تتموضع في هواتفهم المحمولة فقط بداعي الملل. قد يصبح حدث انفصالك موضع تسلية دون نوايا سيئة وخبيثة، فقط إنه سلوك العصر. عموما أنا سعيدة جدا كوني لازلت أعيش لحظاتي دون تصويرها ومشاركتها وعرضها، كوني أبكي وأضحك وأغضب دون أن يعلم أحد لا يكترث لأمري، وحزينة جدا لأننا جميعا كذلك. غدا أو بعد غد ربما سأسارع لأشارك الجميع حياتي المملة، وحزينة لأننا نبالغ بلا داع، نسارع لالتقاط هواتفنا وتصوير ردة فعل من نحب حول أمر ما قبل أن ننظر في وجهه حتى. حزينة لأننا أصبحنا ننسق الموائد والأطباق، ننسق الجلسات المحببة، مفاجأة أعياد الميلاد، كل ذلك نسعى ليكون مثاليا فقط ليظهر بالكاميرا الخاصة فينا بشكل رائع، وبعد ذلك نفقد لذة بداية الأمر، بداية المفاجآت، بداية الضحكات، بداية التذوق. تخلينا عن هذه البدايات الجميلة كلها وتبرعنا بها لهاتفنا المحمول. تنويه صغير: أنا لا أنتقد من يمارس حياته بهذا الشكل، أنا فقط أنتقد العصر الذي جعلنا كلنا ننساق وراء هذا الموج العالي.